سبب غياب ممثلة إريكا فرنانديز عن شاشة. من تصريحات النجمة التلفزيونية الجميلة إيريكا فرنانديز وتحدثها عن سبب ابتعادها عن التلفزيون. لقد أخذت استراحة من التلفزيون لأنني شعرت بأنني عالقة. الأمر بالنسبة لي لم يعد يتعلق بالنجاح الذي نحصل عليه من خلال أعمالنا الناجحة. لقد كنت أقوم بعروض جيدة لكنني لم أكن أتطور كممثلة. لقد كنت أفعل أشياء مشابهة. لقد رفضت أدوار عديدة. لم أحصل على عرض صعب. أنا أنتظر دورا صعبا وضخما. لقد تعبت من القيام بنفس الأشياء. أريد شيء جديد ومختلف. إذا حصلت على عرض صعب وضخم سأوافق. الدور الجيد لا يعني أن تبدو ساحرا وجميلا على الشاشة. لا أعتقد أن الناس يشاهدونك من أجل مظهرك بل من أجل الشخصية وتمثيلك. ما هي المسلسلات التي سوف تعرض على قناة زي ألوان؟ قائمة المسلسلات الجديدة التي ستعرض على قناة MBC بوليود وعلى قناة زي ألوان. مسلسل أنت حياتي قامت القناة بترجمته سيعرض ابتدءا من 30 أبريل. عدد حلقات المسلسل قصيرة وقصته جميلة. مسلسل حكايتنا هو أيضا سيعرض في 30 أبريل. عدد حلقاته قصيرة على قناة MBC بوليود. كما سيعرض مسلسل رحلة لكشم الموسم الثاني على قناة زي ألوان بديل مسلسل قفص ذهب. أيشوريا راي هل هي متزوجة من شاروخان؟ لا، فقط صادف اليوم 14 من هذا الشهر مرور 16 سنة على زواج النجمان الرائعان الجميلة أيشوريا راي الممثل أبهيشيت باكتشان. انتهى الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو وكلمة شكر منكم تكفيني.